هو ليه بيت العيلة بيبقى فيه مشاكل أصلا؟ أكيد بيت العيلة هو ونس وعزوة ودي كانت من الحاجات الحلوة قوي اللي زمان كنا بنتمتع بيها. إن أي أم وأب بيتجوزوا ويأسسوا عيلة كبيرة بيبقى نفسهم إن ولادهم يعيشوا معاهم في نفس البيت، وإن هم يأسسوا حياة وعندهم أحفادهم ويبقوا كلهم قاعدين في بيت واحد. بس صوابعك مش زي بعضها، مش كل الآباء والأمهات زي بعض، طباعنا مش شبه بعض، ولا كلنا زي بعض، ولا تصرفاتنا ورد فعلنا مع المشاكل بيبقى زي بعض، فبتبقى النتيجة ان بيتولد مشاكل. احنا قلنا طبعا ان مش كل بيوت العيلة وحشة ومش كلها حلوة، بس احنا عايزين نعرف السبب. ايه السبب اللي خلى كل الناس شايفة ان بيت العيلة وحش؟ ايه انواع المشاكل اللي احنا ممكن نتحط فيها واحنا مش حاسين فتخلينا مش عايزين نتجوز في بيت عيلة، او خايفين اول ما حد بيتقدم لنا برغم ان احنا بنحبه جدا وقابلين ظروفه، بس اول ما بنعرف ان الشخص ده هنتجوزه في بيت عيلة نقول لا مش هنكمل. اول مشكلة بتقابلني في بيت العيلة ان انا ببقى داخلة رسم حياة ليا انا وجوزي ان انا هتجوز جوه شقة، معرفش ان الشقة دي هتبقى جزء من بيت العيلة بالمعنى اللي انا بتصدم واخش اشوفه. انا بعيش حياة طبيعية جدا انا وجوزي، الطبيعي ان احنا ناكل ونشرب مع بعض، يبقى لينا خصوصياتنا، ففجأة بتصدم ان لا، في ناس كتيرة قوي في بيوت عيلة النظام فيها مش كده. لا، انتي ممكن تقعدي اسبوع كده او شهر عسل، تاكلي وتشربي في البيت عادي وتقضي حياتك عادي، بس بعد كده اعملي حسابك ان انتي من اول الشهر هتنزلي هناكل مع ماما وبابا تحت. ده نظامنا ومش هينفع نغيره. طيب اطلع شقتي امتى؟ آه، ممكن تطلعي في اي وقت، بس هيقولوا عليكي ان انتي مش عايزة تقعدي معاهم. تبتدي بقى من هنا الخلافات، الاختلاط. العيب مش في بيت العيلة، العيب في الأخلاقيات اللي احنا مش قادرين نطبقها جوه بيت العيلة أو بره بيت العيلة. احنا بنحس ان كل حاجة مفتوحة، حياتنا مفتوحة، أكلنا وشربنا مع بعض، ما عندناش سيستم وضعناه لبيتنا. احنا نازلين بناكل من نفس أكل وشرب بابا ومامته لأن احنا مش عارفين ميزانيتنا قد ايه. بنقعد نحكي تفاصيل حياتنا واحنا قاعدين تحت، فمش عارفين هو ده صح ولا غلط. بيحصل انفتاح رهيب حتى بين الاخوات. كل المشاكل اللي بتحصل بتبقى سببها ان احنا قاعدين بنبص على بعض. ممكن يكون 2 اخوات عايشين في نفس البيت بس ظروفهم مش شبه بعض، طباعهم مش زي بعض، فتفضل الزوجات تبص لبعض، اخوك بيعمل احسن ما انت بتعاملني ليه؟ طب شفت اخوك جاب ايه امبارح لمراته؟ لا انا عايزه زي ده. فالفكره في ثقافتنا احنا ان احنا نبقى راضيين، كل واحد عارف ان ليه حياه لوحدها، ما ينفعش تبقى شبه حياة حد، حتى لو احنا الاتنين او حتى احنا كعيلة قاعدين في أوضة واحدة كلنا. اهم حاجة القناعة بتاعتنا من جوه، هل احنا بصين على حياتنا ومسستمين حياتنا ان احنا نمشي بيها كده، ولا قاعدين نبص على حياة اللي حوالينا.